لتنامي العنف ضد المرأة ولانتشاره. كما أن الانتهاكات بحق المرأة مستمرة منذ بداية الحرب على الإرهاب وصولا إلى آخر عدوان وتم فيه احتلال جزء من الجغرافيا السورية. إن العنف ضد المرأة شهدناه عندما قامت داعش بالدخول إلى شنغال. شاهدنا سبي النساء وبيع النساء في أسواق الرقة والموصل. شاهدنا توزيعهن على عناصر داعش. كما شاهدنا أفظع الجرائم المرتكبة بحق النساء والانتهاكات في عفرين من قتل واغتصاب وتهجير، مع غياب كامل للمنظمات الحقوقية والإنسانية. وأيضا أثناء احتلال رأس العين سيركانية شاهدنا الإعدامات الميدانية، شاهدنا التفاخر بتمثيل بجثث النساء عبر نشر مقاطع الفيديو. إن هذه الجرائم المرتكبة ومخالفة القانون الدولي والإنساني، هذه الجرائم إنما ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. كما أن استهداف الناشطات المدنيات والسياسيات والقياديات إنما هو استمرار للعنف الممارس ضد المرأة، استمرار للقتل الممنهج ضد المرأة ولكسر إرادة المرأة ولإضعاف المرأة وثنيها عن المضي قدما في سبيل تحقيق أهدافها. لقد شاهدنا المجازر الجماعية بحق المرأة، لقد شاهدنا الحرق بحق المرأة. وبالنسبة كمثال على الجرائم الفظيعة إعدام السياسية هفرين خلف التي كانت في طريقها إلى عملها. شاهدنا الاغتيال بحق شهيدات حلنج، بحق سعدة وهند، بحق الشهيدات المناضلات اللواتي رفعن أصواتهن عاليا ضد الظلم والاضطهاد، ضد الاحتلال. اغتيال ساكنة جانسز في داندوغان وليلى شايلماز على يد الميت التركي. إننا اليوم كنساء وعلى الرغم من كل ما حققناه من تقدم وإنجازات لا نستطيع القول أننا تخلصنا بشكل نهائي من الذهنية الذكورية. هذه الذهنية التي بقدر ما هي ضارة بحق المرأة تضر أيضا بالرجل.
الرجل، لأن الرجل الذي يمارس العنف إنما يخرج عن إنسانيته، والعنف ظاهرة خطيرة وهي مخالفة للقوانين الأخلاقية. يجب علينا جميعا أن نقف صفا واحدا في وجه العنف ضد المرأة. على النساء جميعا أن تكثف نضالها في سبيل مناهضة العنف ضد المرأة. عليها أن تسعى جاهدة لإثبات وجودها بنضالها، بإرادتها القوية، بوعيها. إن العنف ضد المرأة هو ظاهرة خطيرة، على الجميع أن يناهضها، على الجميع أن يقف ضدها، وأن تفضح جميع الممارسات الممنهجة بحق المرأة، لأن التربية السليمة وعلى أسس سليمة هي أساس حماية المرأة. التربية على أساس الضمير والأخلاق. المرأة يجب أن تكون واعية، يجب أن تكون منظمة، يجب أن تنخرط في كافة مجالات الحياة كي تكتسب الوعي والإرادة القوية، لأن المرأة الواعية، المرأة القوية هي القادرة على المحافظة على حقوقها، هي القادرة على المطالبة بحقوقها. المرأة الضعيفة غير المنظمة هي من لا تستطيع أن تطالب بحقوقها أو تحافظ عليها. على المرأة أن تكتسب المعرفة، عليها أن تتسلح بالوعي والإرادة، عليها أن تكون قوية وتطالب بحقوقها وتدافع عنها أيضا، لأنه بهذا ستكون جديرة بأخذ مكانها في المجتمع، جديرة بأن تبني مجتمعها الديمقراطي الحر. طبعا التاريخ مليء بالأمثلة عن الممارسات اللا إنسانية بحق المرأة. المرأة تعرضت للمجازر الجماعية وقطع الرأس بالمقصلة والقتل الممنهج، تعرضت لكل هذه الأشكال، لكنها اليوم عليها أن تقف في وجه جميع هذه الممارسات. على العالم بأسره أن يوقف جميع هذه الممارسات. طبعا اليوم وفي هذا التاريخ بالذات، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نؤكد جميعا نحن كنساء بأننا ماضيات قدما في مسيرتنا النضالية. لن نسمح أبدا بممارسة العنف ضد المرأة، لن نسمح بانتهاكات حقوق المرأة، ومعا جميعا لتحقيق مجتمعنا الديمقراطي الحر. الرحمة والخلود لشهدائنا الأبطال، الحرية للقائد عبد الله أوجلان. عاشت المرأة. جنجيان آزادي. جبو آزادي ورومتا مروفاهية دباريزن سلافين بحرمت. فلسطيني كوجنن وي لبر ظلمة هزين إسرائيلي رادبن. حتى هندستاني كوجن جبو وكهبية تيد كوشن، وحتى سودانا كوجن جبو وكهبية ونحقية جي بردلين برمسنددن. حتى روجلات كردستاني وإيراني كوجن آلا برخداني هلددن تبي زور دستيه، وجبو هر جنكي شورشگر یا بجوش جبو جیهانه چیتر تکوشین دکه سلاوین گرم. تندیال سرجن لحمو جیهانه و بتایبتی لهرمین گوشالی ترکیه و آتون داگر کرنم شرمزار دکن. تدیرو که ده جن راستی نحقی و اشکنجه و شدت و کشتن و انکارتن. تبي درخصنا قلق قانون وبيامن مافن جنيد باريزن ولدجي تندية وجداكريين زايندي دسكنن لهينا جي تندي بردوامه. زواجا بتمنين بچوك، زواجا بدار زوري، بقانينن كوچرتين لدهري من داگركري بيكتينن وهدف كرتنا جنين مي ريخصن بوي بأرمانجا تكبرنا شورشا ما وشكناندنا فينا ما وبتايبتي جي جنين د مجلس سياسي ده بقراني دبن هدفها هزم قبطاليست ينكو دخوازن دجمنايتيا جنين دومينن ودخوازن فينو إرادايا قلي ما بشكينن ينكو شورشا جن ببيش خستية نهاجي أمينا كيوين برچاواد بينن كو دولتا تك سلوغانا جن جيانا آزادي قدخة كريا وكريار واني يد
درباری شارداری زن هر کسی رو اشکره لی بفکر و فلسفه ریبر مروواهیه و خودی فلسفه آزادی جنان و آزادی گلان بدروشمه بسلوگانا جن جیان آزادی خوب پارزه لهرمن باکور و رجلات سوریه جن گلک پیشکتن آوا کریه جن خو اثبات کریه همو قادان جن خودی رولک پیشنگه پاراستنا خود و پاراستنا گل خوده لنها پیوستی بیکرنا و هفگرتنا جنان هیا و یکرنا مکانیزمه خو پاراستنه لهمبر هزین تاری یگو دخوازن شورش آمه یگو الحمو دبرن دنیای بلا بویه و بویه نمونه شورش آمه تیک ببن امجی سوزا پاراستنا مافی هر جنکه و سوزا پاراستنا دستکفتی انگل خواه ددن و امه بر خدانا خواه بردوام بکن حتی آبا کرنا جواکه که اخلاقی پولیتیک تیدا مافی جن هبه تیدا وکوی و عدالت هبه و امه چالاکیه خواه بدومینن حتی که ام تجریده بشکینن و ام آزادی سروک خواه یا فیزیکی ام دست بخن بسلوگان جنسیان آزادی امه گوتنا خو بردوام بکن و امه بر خدانا خوشی بردوام بکن